الحمد لله رب العالمين. يا من يطمع في العتق من النار ثم يمنع نفسه الرحمة بالإصرار على كبائر الإثم والأوزار، تالله ما نصحت نفسك ولا وقف في طريقك غيرك، توبق نفسك بالمعاصي فإذا حرمت المغفرة قلت أنى هذا، قل هو من عند أنفسكم، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. إن كنت تطمع في العتق فاشتر نفسك من الله، فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، من كرمت عليه نفسه هان عليه كل ما يبذل في افتكاكها من النار. اشترى بعض السلف نفسه من الله 3 مرار أو 4، يتصدق كل مرة بوزن نفسه فضة. واشترى عامر بن عبد الله بن الزبير نفسه من الله بديته 6 مرات يتصدق بها. واشترى حبيب العجمي نفسه من الله ب40,000 درهم تصدق بها. وكان أبو هريرة يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته يفتك بذلك نفسه. كانت أحوال الصادقين في المواقف بعرفة تتنوع، فمنهم من كان يغلب عليه الخوف أو الحياء. وقف مطرف بن عبد الله بن الشخير وبكر المزني بعرفة، فقال أحدهما: اللهم لا ترد أهل الموقف من أجلي. وقال الآخر: ما أشرفه من موقف وأرجاه لأهله لولا أني فيهم. وقف الفضيل رحمه الله بعرفة والناس يدعون وهو يبكي بكاء الثكل المحترقة، قد حال البكاء بينه وبين الدعاء. فلما كادت الشمس أن تغرب رفع رأسه إلى السماء وقال: وسوءتاه منك وإن عفوت. وقف بعض الخائفين بعرفة إلى أن قرب غروب الشمس فنادى: الأمان الأمان، قد دنا الانصراف، فليت شعري ما صنعت في حاجة المساكين. وإني من خوفكم والرجاء أرى الموت والعيش فيكم عيانا، فمنوا على تائب خائف أتاكم ينادي الأمان الأمانا. إذا طلب الأسير الأمان من الملك الكريم أمنه. الأمان الأمان وزري ثقيل، وذنوبي إذا عددن تطول، أوبقتني وأوثقني ذنوبي، فترى لي إلى الخلاص سبيل. ومن العارفين من كان في الموقف يتعلق بأذيال الرجاء. قال ابن المبارك رحمه الله: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة وهو جاث على ركبتيه وعيناه تهملان، فالتفت إلي فقلت له: من أسوأ هذا الجمع حالا؟ قال: الذي يظن الله لا يغفر لهم. وروي عن الفضيل أنه نظر إلى نشيج الناس وبكائهم عشية عرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا، يعني 6 درهم، أكان يردهم؟ قالوا: لا. قال: والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدانق، وإني لأدعو الله أسأل عفوه، وأعلم أن الله يعفو ويغفر. لئن أعظم الناس الذنوب فإنها وإن عظمت في رحمة الله تصر. وعما قليل يقف إخوانكم بعرفة في ذلك الموقف، فهنيئا لمن رزقه يجأرون إلى الله بقلوب محترقة ودموع مستبقة. فكم فيهم من خائف أزعجه الخوف وأقلقه، ومحب ألهبه الشوق وأحرقه، وراج أحسن الظن بوعد الله الكريم وصدقه، وتائب نصح لله في التوبة وصدقه، وهارب لجأ إلى باب الله وطرقه. فكم هنالك من مستوجب للنار أنقذه وأعتقه، ومن أسير للأوزار فكه وأطلقه، وحينئذ يطلع عليهم أرحم الرحماء، ويباهي بجمعهم أهل السماء، ويدنو ثم يقول: ما أراد هؤلاء؟ من فاته في هذا العام القيام بعرفة فليقم لله بحقه الذي عرفه. من عجز عن المبيت بمزدلفة فليبت عزمه على طاعة الله وقد قربه الله وأزلفه. من لم يمكنه القيام بأرجاء الخيف فليقم لله بحق الرجاء والخوف،
من لم يقدر على نحر هديه بمنى فليذبح هواه هنا وقد بلغ المنى. من لم يصل إلى البيت لأنه منه بعيد فليقصد رب البيت فإنه أقرب إلى من ناداه ورجاه من حبل الوريد. نفحت في هذه الأيام نفحة من نفحات الأنس من رياض القدس على كل قلب أجاب إلى ما دعي. يا همم العارفين بغير الله لا تقنعي، يا عزائم الناسكين لجميع أنساك السالكين اجمعي. بحب مولاك أفردي وبين خوفه ورجائه قرني وبذكره تمتعي. يا أسرار المحبين بكعبة الحب طوفي واركعي وبين صفاء الصفا ومروة المروة اسعي وأسرعي وفي عرفات العرفان قفي وتضرعي ثم إلى مزدلفة الزلفى فادفعي ثم إلى منى نيل المنى فارجعي فإذا قربوا القرابين فقرب الأرواح ولا تمنعي. لقد وضح اليوم الطريق ولكن قل السالك على التحقيق وكثر المدعي. لئن لم أحج البيت إذ شط ربعه حججت إلى من لا يغيب عن الذكر فأحرمت من وقتي بخلع شمائلي أطوف وأسعى في اللطائف والبر. صفايا صفائي عن صفاتي ومروتي مروءة قلب عن سوى حبه قفري وفي عرفات الأنس بالله موقفي ومزدلف الزلفى لديه إلى الحشر.